السلام عليكم. هنعمل اللي هو باسكت صغير جدا بخامة اللي هي كليم متعدد الاستخدامات. ممكن تستخدموه في اي حاجة، تحطوا فيه الابر بتاعتكم او اللي هو فرش الاسنان او معالق على ترابيزة السفرة. بس هنعملها بنفس الطريقة دي، اللي هي القاعدة هتكون من 3 أسر، واللي هو نفس الشكل. الباسكت ده هيبقى سهل جدا تستخدميه في اي حاجة عموما. اول حاجة هنستخدم اللي هو ربع كيلو خيط كليم، وهنستخدم ابرة رقم 6، بس عايزة الكليم يكون وسط مع الابرة دي. بعد كده نستخدم الابرة الكنفة اللي هي التنظيف والماركر. اهم حاجة يكون الكليم يكون مط كويس جدا. هنعمل دلوقتي اللي هي ماجيك رينج اللي هي الدايرة السحرية، وهنقفلها بسلسلة، بس السلسلة دي مش بتكون محسوبة معانا. بعد كده هنعمل 8 غرز سقط أو 8 غرز حشو من غير أي تزايد، وهنشد الغرزة دي نخليها دايرة كده ضيقة، بس لازم تشد أوي. أهم حاجة إن احنا حطينا الماركر، هنملاها كلها. بعد كده هنشد نقفلها، وهنعمل غرزة منزلقة علشان نقفل الدايرة دي. دلوقتي هنعمل غرزة منزلقة، وبعدين نحط الماركر تاني بالظبط نفس المكان، بعدين نقفلها بسلسلة بالظبط. بعد كده هعمل في كل غرزة غرزتين سقط، اللي هي بتبقى اسمها تزايد. هعمل 2 في كل غرزة لحد ما اخلص الدايرة كلها مع بعض. وما تنسوش تعملوا متابعة للقناة بتاعتنا، وتفعلوا الجرس على طول عشان يوصلكوا اي جديد. بعد كده هقفلها بغرزة منزلقة وهعمل سلسلة. بعد كده هعمل غرزة واحدة بس في الأول، بعد كده في الغرزة التانية غرزتين سقط. يعني هعمل في الناحيتين مرة غرزة واحدة بس، ومرة غرزتين. هفضل اكملها لحد النهاية بالطريقة دي، وهعمل بعد كده غرزة منزلقة واقفلها بسلسلة. كده احنا عملنا 3 أسطر مع بعض. هي دي شكل القاعدة بالظبط. بعد كده هعمل بقى في اللي هي الباك لوب دي، هملاها كلها غرزة سقط أو غرزة حشو. هبدأ املاها من غير أي تزايد، علشان لما نيجي نطلع لازم ما يبقاش فيه تزايد خالص، نطلع زي الفل عشان نعملها في نفس الشكل ده بالظبط. بعد كده هشيل الماركر وهقفلها بغرزة منزلقة، واقفلها بسلسلة على طول. بعد كده هعدي، هسيب غرزة وهعمل في الغرزة التانية في الباك لوب اللي هي غرزة سقط. بعد كده الغرزة اللي بعدها بالظبط هعمل غرزة سقط كبيرة، وهنزل من تحت كده بالشكل ده، وبعدين هعمل غرزة سقط واقفلها على طول. بس لازم تكون ايدي مريحة مش مشدودة عشان تبقى بالشكل ده. هنكرر برضو نفس الكلام في باقي الغرز كلها. اهم حاجة ايدي تكون مريحة، يعني مش مريحة اوي، ما تكونش مشدودة عشان تطلع بالشكل ده بالظبط. قفلناها اهو. هنقفل السطر ده بغرزة سقط، بس الغرزة السقط دي بقى الأخيرة هنعملها تحت اللي هي السلسلة في البداية في أول سطر، عشان تبقى 1 2 3 4 5 و6 يبقوا اللي هما كلهم مظبوطين مع بعض. ننزل تحت كده، وبعدين هنقفلها على طول. نشيل الماركر، بس أهم حاجة ان احنا ظبطناها زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان القاعدة تبقى صغيرة. في نفس الوقت هنعمل اللي هي
الباسكت صغير زي ما انتوا عاوزين. بعد كده عملنا غرزة منزلقة وهنقفلها بغرزة اللي هي اسمها سلسلة. هنعمل بقى هنا في نفس الكلام غرزة كبيرة، بس بننزل في السطر اللي هو التاني ده. بعد كده هنعمل غرزة في اللب اللي هي لورا، غرزة سقط بالشكل ده، وهنكررها في كلها بالظبط. ده احنا عملنا كنا ما بنطلع سطر بنعكس بقى شكل الغرزة. هنعمل الناحية دي هنا من ورا وهي غرزة سقط بالشكل ده. كل ما نطلع هنعكس مكان الغرز، مش هنطلع بنفس الطريقة، لا هنعكس مكان الغرز بالظبط. بعد كده بقى احنا هنملاها كلها وهنطلع نيجي هنحط بس اهم حاجة الماركر عشان ما نتوهش على طول. نشيل الماركر وبعدين نقفلها بغرزة منزلقة، بعدين نقفلها بسلسلة. اهم حاجة نفتكر ان السلسلة دي مش محسوبة وهنكملها على طول. احنا هنا بقى هنعمل العكس برضو، هنعمل من ورا غرزة سقط بالشكل ده. بعد كده هنعمل غرزة كبيرة من السطر التالت، ناخدها من السطر التالت لفوق. هنعمل هنا برضو نفس الكلام، نفس الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، بس احنا هنعكس السطر بالظبط. هنفضل بقى نكمل لحد ما نطلع 10 أسطر أو أي سطر زي ما انتوا عاوزين. فيعني معاكوا انتوا ممكن تعملوا قصير، ممكن تعملوا كتير لحد ما هنطلع في السطر اللي هي البداية بتاعة الإيد. بعد كده هنكون نعمل إيد ازاي. قسمنا الإيد كده بالشكل ده لأول 4 غرز اللي هي البداية نفسها عشان نبقى شكل الإيد. هنعمل أول 4 غرز سقط اللي هي بنفس الطريقة برضو. الغرزة الرابعة هشيل الماركر عشان اعرف اعملها على طول، بس دي هتكون غرزة كبيرة بتاعت اللي هي غرزة السقط. بعد كده هنقفلها ب7 سلسلة. هنعمل 7 سلسلة مع بعض، وهنسيب 5 أسطر. وهنعمل في السطر السادس هنسيب 5 غرز، وهنعمل في غرزة الستة اللي هي مكان الماركر غرزة اللي هي السقط عادي، وهنكمل هنعملها 7 غرز سقط. بس لازم نكون سايبين 5 غرز سقط في النص اللي هي اللي تحت الجيب. هنعمل دلوقتي 7 غرز سقط لحد الماركر، وهشيل الماركر على طول. بعدين هعمل الغرزة اللي هي البداية بتاعت الإيد، هسيب 5 اللي هي غرز. بعد كده هعمل 7 سلاسل وهقفلها في الماركر. هقفل باقي السطر بقى نفس الكلام لحد ما يجي في البداية. هعمل غرزة منزلقة وهقفلها بسلسلة علشان يبقى من جنبين 7 غرز الناحية دي 7 الناحية دي قد بعض بالظبط، والإيد نفس الكلام. بعد كده بقى هجيب بداية السطر بقى الجديد هقفله بسلسلة اللي هو آخر سطر. هعمل بقى 4 غرز سقط برضو نفس الكلام اللي هو هعكسها بالظبط. بعد كده هعمل 7 غرز سقط هقفلها حوالين ايد كلها، وهعمل 7 غرز سقط اللي هي اللي على السطر عادي اللي هي معكوسة برضو. بعد كده حاملة الايد ب7 غرز سقط برضو. بعد كده هعمل 3 غرز سقط بالظبط لحد البداية. هنا البداية دي هعمل غرزة منزلقة واقفلها بسلسلة. بعد كده بقى ادينا ظبطنا الايد، ممكن تسيبوها بالشكل ده او
ممكن نيجي نعملها نقفلها بغرزة مزدلقة، بس انا بالنسبة لي بتبقى شكلها اشيك كده ان هي مقفولة بالشكل ده النهائي. بس ممكن تعملوا اللي هي الشكل اللي هي غرزة مزدلقة من فوق اخر سطر، زي اللي هي البيج دي بالظبط زي ما احنا عاملين. فهنعمل دلوقتي 28 غرزة مزدلقة من غير اي تزايد خالص. في كل غرزة هنعمل غرزة مزدلقة لحد في الاخر خالص. بعد كده هنقفل الباسكت. بعد كده هنقفلها ونوصلها بقى، وخلصنا كده الباسكت اللي هو الجميل ده. يقدر نعمل بيه حاجات كتير قوي. نحط فيه معالق مثلا في المطبخ، نحط فيه فرش مكياج، ممكن نحط فيه اللي هو الإبر، أي حاجة انتوا عايزينها. بيكون متعدد الاستخدامات، وفي نفس الوقت بيبقى سهل جدا ان هو يتغسل تاني، لأنه مش بيتكسر ولا أي حاجة. كده خلصناه ونقدر نوريكم الشكل النهائي. انتوا بقى بتعملوه زي ما انتوا عاوزين، قصير كبير، بس انا حبيته كبير بالمقاس ده. هنحط فيه بقى الإبرة بتاعة الكروشيه، بدل ما هي من بحضرة بقى أو بتاعها أو أي حاجة بتضيع مني، وأحط إبرة كنبة بس بسهولة جدا. كده بقى أتمنى ينال إعجابكم.